في رمضان كل حاجة حوالينا بتبقى أجمل، قلوبنا بتبقى أنقى، في كل لحظة بركة وفي كل كلمة خير. تعالوا نسمع إيه اللي حصل مع عم إبراهيم. أنا ميرفت الداوودي وده بودكاست قطوفها دانية. عم إبراهيم صاحب محل الخضار اللي على ناصية شارعنا، في يوم كان شكله زعلان وشايل هم الدنيا فوق كتافه، واقف يرصص في الخضار ولسه محدش اشترى منه حاجة، وبقينا قرب الظهر. وفجأة جاله راجل كبير في السن وقال له: مالك يا عم إبراهيم، شايل الهم كده ليه؟ سيبها على ربنا، هو اللي رزقك امبارح هينساك النهاردة، اضحك للحياة تضحك لك. ابتسم عم إبراهيم وقال له: ونعم بالله، ربنا يكرمك يا حاج، والله كنت مضغوط بس كلامك ريحني. ربنا قال في القرآن: وقولوا للناس حسنا، يعني لما تتكلم مع حد خليك لطيف، خليك طيب، خليك سبب إنك تفرح قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو معكش فلوس تساعد بيها غيرك، عندك حاجات كتير أعظم من الفلوس. عندك كلامك الطيب اللي ممكن يكون سبب في سعادة حد أو حتى في تغيير يومه. فكر كده، آخر مرة قلت لحد كلمة حلوة كانت إمتى؟ ممكن تكون سبب في إنك تاخد حسنات كتير من غير ما تحس. جرب النهاردة تقول كلمة طيبة لأي حد، لوالدتك، لوالدك، لصاحبك، حتى لو لحد غريب، يمكن تكون سبب في فرحته وتاخد عليها أجر كبير عند ربنا. وأشوفكم بكرة في حكاية جديدة، وكل يوم هناخد من الخير حبة وقطوفها دانية.